في سنة 2024 الأهلي كان هيلاعب الزمالك في الدوري، وبعت لاتحاد الكرة 70,000 دولار علشان يجيب حكام أجانب للماتش. بس ما تنساش إن ده حكم أجنبي. متوسط دخل الحكام هنا في الماتش بيوصل 10,000 جنيه كحد أقصى لو أنت بتلعب دوري ممتاز، والدرجة التانية أقصى حاجة فيها 5,000 جنيه في الماتش. ولو أنت حكم مسمع وليك اسمك ومكانتك مش هتحكم في الشهر أكتر من 3 ماتشات، يعني مستحيل قبضك يوصل 30,000 جنيه. طب ما حلو قوي يا كابتن، 30,000 جنيه ده كتير أصلا. انا عايزك بس ما تتفاجئش من اللي انا هقوله ده، بس اللي هقوله ده هو الحقيقه. الحكم هنا في مصر ولا بيدفع له مواصلات ولا بيدفع له اقامه ولا بيدفع له حتى علاج. تعال نفترض مثلا انك رايح تحكم ماتش في اسوان، هتدفع مواصلاتك على حسابك، اقامتك على حسابك، وكمان بعد الماتش هتدفع علاجك على حسابك. فانا عايزك تقول لي ازاي حكم بيصرف على نفسه كل ده وقبضه بالشكل ده هيحكم للعيبه بتاخد ملايين. انا هقول لك ازاي. مش سألتني السؤال؟ لا بس اجاوب بقى. في اسبانيا الحكم بياخد 10,000 يورو على الماتش غير القبض الثابت بتاعه اخر الشهر. اظن الفرق واضح بيننا وبينهم، ان ازاي هم معترفين بالتحكيم كوظيفه مش كهوايه هنا بنقضيها جنب شغلك. يعني اللجنه لو جابت حكم اجنبي هنا اقل حاجه هياخدها 7,000 يورو غير الاقامه وصورتين مع الاهرامات، يعني نص مليون جنيه. الحكم هنا لو قعد يتشقلب طول عمره مش هيوصل لنص مليون جنيه دي ابدا. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، دول اكتر واحد تعبان في البلد. طب سيبك من الفلوس خالص وتعالى نتكلم عن مشاكل اللجنه اللي بجد. كل دوله بيبقى عندها القائمه الدوليه للحكام، ودي حاجه تساوي انك تلعب للمنتخب. القائمه دي هي عباره عن مجموعه حكام هم الصفوا عندك اللي بتبعتهم لفيفا في البطولات العالميه او الافريقيه. وعشان تنضم للقائمه دي لازم يكون عندك مقومات معينه، زي ان ادائك يكون مناسب للبطولات القاريه. طبعا ألف ب تحكيم ما تحصلش في دوري قسم رابع. بيتكلم ان ركله مرمى مفيش تسلل من ركله مرمى، مش مقبوله في مسابقه كاس مصر او مستوى